بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ النهارده نعمل مع بعض الفينو الجميل ده، طري خفيف جدا وهش. كل سنه وانتم طيبين. دخول المدارس تعمل لكم الفينو. اول حاجه طريقه سهله وبسيطه ان شاء الله تعجبكم، خفيف جدا. نفتح واحد مع بعض، نفرغ من جوه، مفيهوش اي عجين خالص. تعالوا مع بعض نشوف الطريقه. احنا معانا حوالي نص كيلو دقيق، انا عيرتهم بكوبايه، طلعوا 4 كوبايات الا حاجه بسيطه قوي، معلقه تقريبا. ومعانا كوبايتين ميه دافين، مش هناخدهم كلهم. معانا نص معلقه خل كبيره، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره ممسوحه، نص معلقه ملح صغيره، ومعلقه زبده ممكن نستبدلها بالزيت. هناخد كوبايه ميه دافيه وهنحط معاها السكر والخميره وندوبهم كويس مع بعض. لازم نتاكد ان الخميره بتاعتنا سليمه. نقلبها كويس مع السكر. دلوقتي هنحط نص معلقه الملح الصغيره مع الدقيق ونقلبها كويس. هنحط خليط الخميره والسكر على الدقيق ونقلبهم كويس بالمضرب كده. نبتدي نضيف الميه حبه حبه علشان العجينه ما تفكش معانا. هنضيف مع نص معلقه الملح، نص معلقه الخل الكبيره. هنبتدي دلوقتي نعجن بايدينا. هنلم العجين كده على بعض، ما نحطش الميه مره واحده علشان العجين ما يفكش مننا زي ما قلت لكم. نضطر نضيف دقيق تاني. انا حسيت ان العجين كده محتاج حبه ميه صغيرين قوي، هحطهم كده بالشكل ده. دلوقتي هنزل العجين على الرخامه ونبتدي نخدمه. انا اخدت بس كوبايه ونص على 4 كوبايات دقيق، كوبايه ونص ميه دافيه. نبتدي نخدم العجينه، نفضل نعجن فيها كده حوالي 10 دقايق. اللي ما يعرفش ازاي نخدم العجينه، بنفردها كده بكف ايدينا ونلمها لورا، يعني نفردها لقدام وبعد كده نلمها لورا ونبتدي نلف العجينه الناحيه التانية. انا بقى هسرع علشان الوقت. اخدت حوالي 10 دقايق زي ما قلت لكم. اهم حاجه ان احنا نخدمها كويس لغايه ما العجينه تبقى ناعمه معانا. من شروط نجاح الفينو عشان يطلع هش وخفيف معانا ان احنا نخدم العجينه كويس. احنا كده خدمناها خالص لغايه ما بقت ناعمه. هنبتدي نفردها ونحط معلقه الزبده زي ما قلت لكم، ممكن نستبدلها بالزيت. ونبتدي دلوقتي نخدم العجينه تاني. هي هتبقى صعبه في الاول وشكلها وحش، بس بعد كده هتلم معانا وهتبقى شكلها جميل قوي. انا مش هوقف الفيديو خالص. ابتدت تلم معانا اهي ونعمل جدا. دلوقتي هنلمها وهنحطها في البولة بتاعتنا وهنحط عليها حبة زيت تحت وفوق عشان ما تلزقش في البولة.
وكمان عشان وشها ما ينشفش هنغطيها بكيس بلاستيك وعليه فوطة لمدة حوالي نص ساعة تخمر. هي كده خمرت معانا. هنبتدي ننزل العجينة كده على الرخامة ونبتدي نقسمها حوالي مقاسات قد بعضيها علشان ما يطلعش فيه واحد صغير واحد كبير، يبقى كله قد بعضه. انا كده هقسم العجينة انا كده قسمتهم. هجيب بقى الميزان هطلعهم حوالي 95 ل90 بالتقريب كده. او كلهم حوالي كده 95 ل90. هنبتدي دلوقتي نكور العجينة. ندهن الرخام بسحابة زيت كده عشان ما تلزقش مننا في الرخامة. هنبتدي نلم العجينة على بعض كده ونعملها كور بالشكل ده. معانا سهلة جدا. نعمل واحدة كمان معاكم بالطريقة دي معانا كده اهو. طبعا العجينة طرية مش ناشفة بس متلزقش في الايد اهو بالشكل ده. كده خلصناهم. هنغطيهم بكيس بلاستيك وفوطة نريحهم حوالي 5 دقايق. طبعا الجو حر دلوقتي والعجين بيخمر بسرعة. احنا ريحناها حوالي 10 دقايق فخمرت معانا قوي، فانا بقول لكم ريحوها 5 دقايق بس كفاية علشان الجو حر. لو الجو شتا ريحوها 10 دقايق لربع ساعة. هنبتدي دلوقتي نفرد العجينة مع بعض كده بالطول ونبتدي نلفها رول ونطبق العجينة كده واحنا بنلف ونضغط عليها ونبتدي نلم الحروف كده على بعض والطروف بتاعتها نقفلها كويس علشان ما تفتحش معانا ونلفها كده بالطريقة دي. الفتحة اللي تحت دي تبقى من تحت مش هتبقى من فوق عشان متفتحش. هنجيب صينية مدهونة حبز الصغيرين قوي ونبتدي نرص صوابع الفينو ونسيب مسافات علشان العجينة هتخمر معانا وهتكبر. هعمل واحدة كمان معاكم. ندهن الرخامة كده زيت عشان متلزقش معايا. حاجة بسيطة قوي. نعمل واحدة كمان مع بعض. هنفرد العجينة بالشكل ده كده ونبتدي نلفها رول كده بالطريقة دي ونقفلها ونكمل ونقفل لغاية الاخر ونلفها كده على بعض. بعدين نلفها حاجة بسيطة قوي ونخلي الفتحة من تحت زي ما قلنا. واهم حاجة نقفل الجناب ونبتدي نرص وما ننساش المسافات عشان هتخمر قوي. احنا كده خلصناهم. طبعا اول 2 عملتهم ابتدوا يخمروا. هنغطي الصينية بكيس بلاستيك وعليه الفوطة لحد هيخمر. يعني هنشغل الفرن على اعلى درجة عندنا وهنجيب حلة صاج او اي حاجة احنا قديمة عندنا هنحطها بمية سخنة او بتغلي في الفرن من تحت. كده خمرت معانا العجينة. الطريقة دي طبعا تضاعف حجمها. هنجيب معانا بيضة ومعلقة قهوة قابلة للذوبان. هنضربهم مع بعض كويس طبعا بالراحة جدا علشان العجين ما طلعش الهواء اللي ناتج عن الخميرة. بالراحة جدا هندهن الوش بتاعه. منضغطش خالص، بالراحة كده كأننا بنعمل حاجة على الهواء. ما نخافش خالص من القهوة دي، بتشيل الزفارة بتاعة البيض بس لكن ما بتديش طعم القهوة خالص في العجين.
بالطريقة دي كده. احنا كده دهنا الصينيتين. هنبتدي نجيب سمسم ونحطه على الوش. اللي مش عايز براحته، ممكن تحطوا حبة البركة على سمسم، ممكن تحطوا حبة البركة بس، براحتكم، ده اختياري. هنبتدي كده نرشه كله. زي ما قلت لكم ما تنسوش تحطوا حلة مية بتغلي في الفرن، وتكون الفرن اعلى درجة، علشان ده اللي هيخلي الفينو طري معانا. واحنا هندخله بيقعد حوالي من ربع ساعة، يعني ما بيزيدش عن حوالي 16 دقيقة او 17 دقيقة بالكتير قوي. وهنلف الصينية، نخلي بالنا نبص على الصينية ونلفها الناحية التانية عشان يبقى كل الفينو لون واحد. وده كده شكله معانا من ناحيتين، مستوي بطريقة كويسة جدا، طري معانا جدا وهش وخفيف. نفتح واحد مع بعض، مفرغ من جوه، مفيهوش اي عجين خالص، عامل زي السفنجة بالظبط. يا رب يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش مع اللايك والشير والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويا رب تكون طريقتي في الفينو عجبتكم، وكل سنة وانتم طيبين. ادخلوا المدارس، واستناكم في فيديو جديد ان شاء الله.